الكلاب. الجزائر يحكمها كلاب. هذه أوراق الجزائر لتأديب ماكرون. هذا الشيء منشور في الشروق. هاي الشروق الجزائري. أبرنوس ما كيكذبش. أبرنوس ما كيكذبش. هذا الدليل الشروق. سمعتي؟ الشروق الجزائرية. بعدما تسبب في ضرب الأمن القومي للبلاد وتدمير العلاقات الثنائية، هذه عفوا لما قال حذفوه. خطير هذا، خطير خطير خطير. هذا ضرب للجزائر في الضرب ولا لطيف ولا هذا خصو يمشي للحبس. لا هذا مهم خطير. هاو هل ما قال هذه أوراق الجزائر لتأديب ماكرون. اش كيقول فيها؟ كيتكلم على الأوراق اللي خصها تلعبها الجزائر باش تزير فرنسا، باش فرنسا ترجع على الموقف ديالها وتساند الجزائر في القضيه نتاع هذا الشيء ديال البوليساريو. ركز معايا مزيان اخي الجزائري اختي الجزائريه، اخي الجزائري اختي الجزائريه اللي بعقلهم، انتم اخوتي رجعوا لهذا الشيء، ركزوا معايا، ركز معايا مزيان ايها العبيط المبردع، يا بصبع الزرق، يا الدي ار اس، يا الذباب الالكتروني، دوزوا لهذا الشيء، انتم بني كلبوا، انتم اصلا بني كلبوا. ركز معايا ياسين، ياسين اسمع ياسين، ما تكونش مبردع، اسمع ياسين، ما تكونش حمار، ما تكونش بغل، ما تكونش حيوان، كن انسان. هذا الشيء اللي غتسمعوه هنا خطير جدا، يدل على ان النظام يعتبركم حيوانات. دابا كاين النقطة الأولى ياك، أنا دابا عندي للأسف هذاك اللي سكرينه اللي صيفط لي هذه السكرينه، هذا اللي سكرينه لي هذه للأسف صيفط لي غير النقطة الثانية. اسمع، هذا مصدر دبلوماسي، شوف هذا كيتكلم عن مصدر دبلوماسي، يعني مصدر دبلوماسي جزائري من وزارة الخارجية الجزائرية. اش كيقول؟ وتتمثل النقطة الثانية برأي المصدر الدبلوماسي في مطالبة فرنسا بتخليص مناطق التفجيرات النووية في جنوب الجزائر من النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية. هاك البردع، ها هو اعتراف بأن الجزائر إلى حدود الآن الجزائري يعيش في مناطق جزائرية كلها إشعاعات نووية ونفايات كيماوية. أرفد على ظهرك المبردعان. ها هو اعتراف جزائري من دبلوماسي جزائري بأن الجزائر إلى حدود الآن فيها مناطق. لا باقية ياسين مازال، اعتبرتك ورقة باش تضغط عليها. يعني دابا فرنسا إلى رجعت في الموضوع غيخليو لكم الاشعاعات في الجزائر، صافي اعترفين ان حنا بالبوليساريو، نو بروبليم، خلي النووي على الجزائري، خلي الاشعاعات الكيماويه على الجزائري يستاهل النووي والكيماوي، اعترفوا لنا غير بالبوليساريو. ولكن لما اعترفتوش بالبوليساريو اجيو هزوا علينا الاشعاعات نتاعتكم. شتي كيفاش كيتعاملوا معاك المبردع؟ شتو كيفاش كيتعاملوا معاكم المبردعين؟ المواطن الجزائري مواطن، ماشي حتى مواطن، ها هو الدليل، ها هو مصدر دبلوماسي لمحمد سليم من قناة الشروق، من صحيفة الشروق الجزائرية، وينشر في الصحافة الجزائرية. نعود نقرأ لك أسلوفانة ولا سلفانة، نقرأ لك المبردعة. تمثل النقطة في مطالبة فرنسا بتخليص مناطق التفجيرات النووية في جنوب الجزائر من النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية، وتعويض الجزائر ماديا عن الأضرار التي سببتها تلك التفجيرات. يعني
ما دمتم قد اعترفتم للمغرب بصحرائه دابا خصكم تعوضونا على النووي. ولكن الا بغيتو ما تعوضوناش، ما تعطيوناش الفلوس، معليش غير حيدوا داك الصحراء المغرب، حيدوا الصحراء المغرب، ما خصنا فلوس، وخليو النووي يتصل ديما النووي والكيماوي على الجزائري، معليش. ياسين اش غدير؟ مازال عاد عندك الوجه تعتبر راسك بان هذا الشيء راه عندكم، هذا الشيء راه غيلعبوا على الطاف. هذا راه راي ديال دبلوماسي جزائري. الاخوان ما تحبسوش التكباس، الله يرحم لكم الوالدين. ياسين المبردع، انت ياسين المبردع، انت ماشي مبردع، انت عارف بان الدوله ديالك والله ما كتعطيكم شي اعتبار. من اجل البوليزاريو ها هي مستعده تسمح في الاشعاعات النوويه والكيماويه. باقي تكلموا لنا على شي رجله وشي نيف، والله حتى نصب عليكم. نقسم لكم بالله ونسمع مازال شي واحد عندي في الكيست يقول لي حنا رجال ونيف وعندنا الكرامه، غنصب عليك يخرج لك الصبع من التليفون ديالي حتى فين راك في تمراست ولا في غليزان ولا في بومرداس، يخرج لك صبعي من التليفون. ها هو اعتراف بان الان عندكم اشعاعات كيماويه ونوويه من طرف فرنسا، وما عمر حليتوا في فمكم وطلبتوا بان داك الشيء اولا خصو يتجمع وخصو يتنقى، وثانيا خصكم تعوضوا. ما عمر تقال. امتى غيتقال؟ حتى اعترفت فرنسا للمغربي بصحرائه. شتي اش دايره الدوله ديالكم؟ شتي اش دايره لكم؟ نزيدو نقراو ونكملوا. وكذا المواطنين الجزائريين الذين أصيبوا بأمراض مميتة بسبب ذلك. خويا الجزائري الذي أصبت بأمراض مميتة، ما عندي ما ندير لك مسكين، أنت صافي أصبت بأمراض مميتة، كنت لتعوض. لو كان الدولة نتاعك فعلا باغيه لك التعويض وباغيه لك تشافى، ولكن على رجال البوليزاريو خلاوك تمرض وتموت وما تدي حتى فرنك من الفوق. على جال البوليزاريو ها انت كتموت بالشويه. خالد المبرد على البيستاشي، معليش كتبقى فيا خالد، انت في شكل. خليك يا خالد، خليك زيد. وتمكين ذوي الموتى من تلك الحقوق. ذوي الموتى عاد غيتخلصوا منذ 60 سنه. شحال امتى درت لهم؟ 54 درت لهم ديك التجارب، 54 56 لا 66 ونسيت. ودرت لهم التجارب في عز ما يسمونه استقلالنا. بنت عمي يا امازيغيه، هذه ما فراسكم كاين شي ما فراسهمش هادشي. الدوله الحره ديال النيف وديال المجاهدين سمحت بتجارب نوويه في عز ما يسمونه استقلالا. ربك قال لك الاستقلال. ها ياسين تعاود طلع عندي وتقول لي استقلينا، نقسم لك بالله حتى نسبك. غنسبك اخويا ياسين. داروا لكم تجارب نوويه في عز استقلالكم ما تسمونه استقلالا. قال لك حنا جيبنا الاستقلال وحنا الشهداء ماتوا باش يجيو وحدين اخرين يداروا لكم تجارب نوويه في بلادكم. وها هي النظام نتاعكم يعترف بطريقه انا استغرب كيفاش هذا مازال ما داوش للحبس. احقا وانتم علاش؟ انتم واخا يقولوها لكم تقدروا ديروا شي حاجه، ما تقدروش. ما عرف شنو واش القرقوبي ولا الكفتاد الحمار ولا شي حاجه داروها لكم في الباري، ما فهمتش. ها هما كنجيبوا لكم اوراق وكذا بان راه عندكم المقال محذوف. هذا اللي صيفطوا لي، شكرا خاي. هذا شكون؟ عرفتي شكون هذا اللي كيصيفط لي؟ هذا صدق صاحبي اللي كيدي لي الفيديوهات في اليوتيوب، اللي كياكل الخبز. يا ربي ما يخرجش بحال ياكوزا، يا ربي يبقى راجل هكذا، ما يبقاش يسبني ويقول لي انت مسترزق. واحد الصديق كيدي الفيديوهات ديالي كيديرهم عنده في القناه. تطلب الامر رفع هذه القضيه الى هيئه الامم المتحده. هذا بعد بنت الامم المتحده قال لك تقرير المصير، نحن مع تقرير المصير ونحن في الامم المتحده من اجل تقرير مصير الشعب الزعتاوي. وما مشاوش الامم المتحده من اجل الشعب الجزائري، خلاو الشعب الجزائري
شوف امتى فكروا يمشيو هما الامم المتحده، حتى 2024 حتى اعترفت فرنسا بمغربيه الصحراء. عاد بان لهم بان الشعب الجزائري متضرر من الاشعاعات النوويه والكيماويه، عاد بانت لهم الامم المتحده. فين مشاو الامم المتحده؟ كيمشيو من شتي نبردع واش قلت لك، بلاتي نسد الباب باش نغوت على خاطري بالكلبو. حتى دابا عاد بانت لكم الامم المتحده من اجل الجزائريين. 75 مشيتو تجريو، 76 77 ايوا الامم المتحده حنايا عمار بن جامع، هذاك عمار بن جامع ملي كنقول لكم ماذا قدمت الجزائر من اجلكم في الامم المتحده من اجل الشعب الجزائري، ولو متى سمعتم وزاره الخارجيه او ممثلا لها من الجزائر يدافع عن امر يخص المواطن الجزائري؟ جامي. واحد قال لي ذاك النهار احنا ما عندناش قضايا، ها هي خبعوها عليك الحمار المبردع، خلاوك تعاني الامرين مع الاشعاعات المبردع النوويه والكيماويه. ها هي المبردع. شتي وشنو داروا لكم؟ ودابا عاد كيفكروا يمشيو الامم المتحده. المصير ديال الموتى وذوي الموتى والامراض واللي عندهم امراض وراثيه وداك المنطقه والتعويضات وكل شيء ما حضروش عليها. قال لك هما يدعمون تقرير المصير وذهبوا بمصير الابرياء الجزائريين الى الحتف. الجزائري ضحيه الاشعاعات النوويه والكيماويه الفرنسيه. دابا المشكل ماشي في الاستعمار، انا مبردع باش ما تخلكش داك الفرفاره ديال الاستقلال في الراس. بغيتي نشوف هذا واش هو الكدار. نرجعوا زيد قال لك الامم المتحده لاحراج باريس. عاد بانت لهم هما يحرجوا باريس، عاد غيحرجوا. زغا تحياتي الله يحفظك، يا ربي ما نديرش معاه شي فلطه باش ما تفتح عليا اللايف يا ربي. الامم المتحده لاحراج باريس امام المجموعه الدوليه والكشف على وجهها القبيح. دابا عاد غيبان الوجه القبيح نتاع فرنسا. الجزائر كانت مغطيه الوجه القبيح نتاع فرنسا، حيت كانت لعبه ضد مع المغرب بخصوص الصحراء نتاعو. ولكن دابا ملي اعترفت المغرب بالصحراء نتاعو، دابا الجزائري عاد غنوريوك الوجه القبيح نتاع فرنسا. واش شتي شكون حاكمك المبردع ولا مازال؟ واش مازال زعما عندك شي امل في هادو اللي حاكمينك؟ باص الله العظيم كل شيء بيد الله. الله يحفظك الحبيب. يمين يزيد المزين بمساحيق شعارات الثورة الفرنسية التي لم تعد لها قيمة على أرض الواقع بالنظر للممارسات ماضيها الاستعماري الحافل بحروب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. إذن مرة أخرى نقول لهذا العبيط وهذا الدبلوماسي الغبي الممثل لوزارة الخارجية والمصالح نتاع الجزائر، نقول له وأنت تتحدث عن الثورة الفرنسية، دعني أقول لك بأنكم أبنتم فعلا في كل ما تكتبونه وما قلتموه وما تفعلونه على أن ما تدعون أنه ثورة جزائرية ما ثورة ما استزاد. الثورة اللي كتقولوا بأنها جابت استقلال في 62 وفرنسا جات في 66 وضرباتك بالنووي وبالكيماوي وتجارب وقع ورخص ليها بومدين، ما استقلال ما ثورة. ما استقلال ما ثورة. البسيط لقد كذبوا عليك. اللجوء إليها أيضا ورقة النفط والغاز بأسعار تفضيلية. زوتو شتي نبرد على داكشي اللي كنقولوا لك. دبلوماسي جزائري في قناة الشروق للصحفي محمد سليم يعترف بأن الغاز الجزائري يباع لفرنسا بأسعار تفضيلية. أشنا هو المقابل؟ خليك مبرزة المغرب في القضية نتاع الاعتراف، ما تعترف له